باختصار الرسم القرآني هو الطريقة التي كتب فيها المصحف الشريف، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تكتب هذه الكلمات بهذه الكيفية، لأنه بنلاقي في كلمات بالمصحف الشريف تختلف عن الكلمات العادية. مثلا كلمة الصلاة كلنا بنشوفها، بنلاقي الصلاة في واو محل الألف هي الصلاة، بنلاقي الصلوة في واو. اجوا علماء التجويد حطوا ألف صغيرة، ألف خنجرية فوق الواو لحتى نقولها الصلاة. لكن عم نحكي عن الرسم، يعني الكتابة مختلفة عن كلمة الصلاة العادية اللي احنا بنكتبها. هذا بنسميه الرسم القرآني. في كتير أمور عن الرسم القرآني نحكي فيها بالتفصيل إن شاء الله، لكن هلأ بشكل عام عم نقول هذا هو الرسم القرآني اللي لازم نحن ندرسه بشكل محكم لحتى ما نقرأ الكلمات خطأ. في عنا حروف زيادة، في حروف نقصان وما إلى ذلك. هاي إذا عم نحكي بشكل عام عن الرسم القرآني. على سبيل المثال في بعض الكلمات في اللغة العربية تكتب بخلاف ما تقرأ. كلمة هذا تكتب هذا وتقرأ هذا، صحيح؟ فكلمة هذا ما بنحط لها نحن مدي ألف، بنقول ها والذا بعد بدنا دغري. إذا كنت عم بقرأها مثل ما هي مكتوبة بدي أقول هذا. فإذا هناك بعض الكلمات حتى في اللغة تكتب بخلاف ما تقرأ.